بصراحة كان عندي خطط أكبر للفيديو ده، مقدمة أحسن ومونتاج أكتر واهتمام بتفاصيل بقى أكتر وكل الكلام ده. بس على ما يبدو إن الميد ليه رأي مختلف. بس برضو يعني بمناسبة الميد، حصل لي الشرف إن أنا أقابل برنامجين اللي هم اللي أنقذوني من اللي أنا كنت فيه، واللي ما كنتش أعرفهم أو أشتغل عليهم أصلا لولا الزنقة بتاعت الميد اللي حصلت دي. بس في الأول، أنا ليه أصلا استخدم برنامجين وأنا بذاكر؟ يعني الورقة والقلم أثروا. الاول بشكل عام اصلا البرنامجين دول هم عباره عن تو دو ليست، انا استخدمتهم عشان انا اعمل خطه، فعشان انظم اللي انا هعمله، عشان كل اللي كان فاضل لي اسبوع وحته على الميد، وانا ما كنتش ذاكرت اي حاجه من اول السنه. يعني ليه بقى مش ورقه وقلم، مع ان انا متعود على الورقه والقلم من زمان اصلا، هو اللي بذاكر بيهم، بكتب تاسكات والنظام وكل الكلام ده. فكان عندي شويه اسباب بصراحه ان انا اصلا استخدم البرنامجين وما ارجعش الورقه والقلم زي ما انا متعود. واول سبب فيهم الطبيعي يعني ان احنا اصلا ما بنمشيش على الجدول اللي احنا كاتبينه بالورقه والقلم، وده ما بيغيروش البرنامج اللي انا بستعمله. يعني هو اكيد مش هيلزمني يعني ان انا اقعد اذاكر برضو ان انا امشي على الجدول، لا والله، لا مش ماشي عليه برضو. بس الفكره ان البرنامج بي ايه، التاسكات مثلا النهارده انا عملت تاسك من اصل 3، فالتاسك اللي انا عملتها دي بتتلغي تاني يوم. ان هو بكره مثلا انا جاي احط التاسكات، هلاقي التاسكين التانيين اللي هم يكونوا موجودين عندي في الاقتراحات، امبارح انا ما علمتش ان دول خلصوا، فهتلاقيهم موجودين عندي بحيث ان انا اقدر اضيفهم مره تانيه، اللي هو في بتاع، في عارف، في مرونه كده. فده اللي كان عاجبني فيهم اول حاجه. انما بالنسبه للورقه القلم، فاليوم كان خلص خلاص، علمت على تاسكين بس مثلا، وفي تاسكات تانية ما خلصتش، فالحوار كان بيبقى مقرف بقى، واللي هو انا ما خلصتش النهارده وبتاع، انت كده مش هكلمك على الشعور ده يعني، ده انت ملازمك. فدي اول حاجه اصلا عجبتني في البرنامج عن الورقه والقلم. تاني حاجه كانت ان هي اصلا الموبايل في ايدي طول اليوم، اللي هو 24 ساعه، ولو ما كانش الموبايل فهو اللاب. فانا اصلا حياتي على الموبايل وحياتي كلها ديجيتال. ايه بقى اللي خلاني امسك ورقه وقلم واقعد اخطط واعمل حاجه اصلا انا مش متعود عليها، واللي هتأدي ان انا في لحظه ما من الاسبوعين دول افكني من ده كله وافتح اشوف فيلم؟ انا مش متعود ان انا امسك ورقه وقلم واقعد اكتب تاسكات، يعني مش اكيد مش هاجي في الاسبوعين دول واقعد اكتب تاسكات. فكان ان انا اكتبهم على الموبايل كان يبقى اسهل. يعني انا مثلا حتى وانا نايم اكتب التاسكات، خلاص قشطه، التاسكات اتكتبت وظهرت على اللاب في سينكرونايزيشن بينهم، فكل حاجه تمام. وحلو برضو في ان هو نظام، يعني اليوم بتاعي بادئ فانا عارف ان اليوم ماشي ازاي، اليوم متنظم بقى. انا بكره مثلا هخلص التاسكات بتاعت الالكترونيكس كلها، واخلص المحاضرات والشتات اللي عليها، وده طبيعي مش هيحصل، بس ده اتكتب وعارف ان انا بكره ان شاء الله هصحى في نيه ان انا اعمل كده. فبيكون اسهل ان انت تكتب وانت نايم التاسك اللي انت عايز تعملها تاني يوم يعني، غير ان انت بقى تفتح ورقه وقلم وكده. فده كان تاني سبب. تالت سبب ان الكراسه وانت بتكتب التاسكات ما بتعملش الصوت ده. فعشان كده اصلا انا فكرت في ان انا اشوف برنامج او اتنين ان هم يساعدوني اكتر ان انا بقى ايه، اخلص الدنيا دي. طيب البرنامجين دول بقى هم ايه؟ اول واحد اللي هو برنامج التو دو ليست بتاع مايكروسوفت، وده انا اخترته اصلا بناء على يعني في 5000 مليون برنامج تاني بتاع تو دو ليست، بس اللي خلاني اختار مايكروسوفت تو دو ده ان هو عندك على الموبايل عادي جدا تنزله اندرويد اصلا، فهيبقى تمام. انما السبب الاساسي ان انت اصلا اللاب عندي معظم اللابات ويندوز، فويندوز مايكروسوفت تو دو مايكروسوفت ماشيه، فهيبقى في سينكرونايزيشن بين الموبايل واللاب. فمن غير اي مجهود بقى وتدخل برامج في النص وبتاع والكلام ده كله، انت هتكتب التاسك هنا هتلاقيها ظهرت على اللاب. فدي كانت اول حاجه، اول برنامج التودو ده. والبرنامج التاني وهو اكيد انت عارفه يعني، وهو نوشن. طيب ما نوشن برضو بيعمل تو دو ليست، ليه بقى ما خلوش برنامج واحد واشتغل على نوشن بس؟ علشان نوشن لما جربت ان انا اعمل عليه كده لقيت ان الدنيا بتدخل في بعض، وحسيت ان هي معقده وفي اختيارات كتير، وانا كل ما اخش بقى بقعد اخش على البيج دي ومش عارف ايه، وباخد قرارات كتير اصلا عشان اخش اعمل التو دو ليست، ودي حاجه بصراحه انا كنت بكسل ان انا اعملها. فانما البرنامج ده هو بسيط جدا، يعني انت بتدخل تأدي التاسك، تكتب التاسك اللي انت عليك، ترفع تمام، التاسك اتعملت وسنكرونايز دي مع اللاب بتاعك، فكله تمام، بس كده خلصت قشطه. انما نوشن بقى كان لحاجه اكبر. فده بقى الخطه اللي انا كنت ماشي عليها واللي مشغلني في البرنامجين دول، واللي خلاني لغايه دلوقتي اصلا وصلت ان انا ايه تقريبا الحمد لله بفنش في المنهج يعني. نوشن كان عليه الخطه الاكبر اللي هو الصوره الكبيره، عارف انت في صوره كبيره وفي زوم ان. الزوم ان بقى اللي هو الجزء من الصوره الكبيره ده كان المايكروسوفت دو، مش عارف انت فاهمين ولا لا. المهم الجدول الكبير على نوشن، يعني مثلا انا الاسبوع ده اللي هو اللي فاضل عشان المد ان انا عايز اخلص فيه المنهج، يوم السبت عايز اخلص كذا وكذا وكذا، هم ما كانوش كتير طبعا، وهكذا بقى الباقي الاسبوع. فده كان عليه الجدول الكبير. البرنامج بتاع التودو العادي كان كل يوم باخد مثلا ان انا النهارده عايز اخلص 3 محاضرات دول، اكتبهم في البرنامج بتاع التودو بالليل، اصحى تاني يوم الصبح الاقي دول بس اللي قدامي اللي انا عايز اخلصهم، اخلص اخر اليوم اتشيك اللي انا خلصته، اخش على نوشن اشطب اللي انا عملته كده.
فانا كده بالعب على الاثنين، انا مش برهق نفسي بان انا عليا تاسكات كتير وكل يوم ابص لهم وان انا يا لهوي لسه فاضل ده كله. وتاني حاجه ان انا في نفس الوقت ماشي ب... اسمها ايه، ماشي على خط، يعني انت فاهم. هيجي لهم يوم ويخلصوا، يعني هيمشي على الجدول وفي ايوه تاسكات بتعدي بس تاني يوم بضيفهم على وكده، فاهم، الدنيا بتبقى ماشيه. فيعني الحمد لله انا مشيت على الجدول ده، وما كنتش متوقع يعني ان هو هيكون حاجه بالاهميه ان انا اعمل اصلا عنها فيديو. تودو ايه اللي انا يعني مش كنتش متوقع ان هي هتفرق معايا بالدرجه دي، يعني ايه الفرق بين الورقه والقلم وان انا اكتب على الديجيتال. انما لما لقيت ان هي فعلا فرقت وان انا دلوقتي وصلت لحاجه انا ما كنتش متوقع ان انا اعمل كده، فتحت الكاميرا على طول وصورت اللي كان في دماغي. فجرب انك تمشي بالبرنامجين دول مثلا اسبوع من حياتك من الوقت انت بتذاكر فيه، وهتلاقي اصلا انك فعلا حاجه مفيده جدا. فجربها وقول لي ايه الاخبار، هتعمل ايه، وبرضه قول لي رايك لو انت اصلا ماشي ببرنامج تاني وكل الكلام ده. يعني دلوقتي عندي تاسك فهخلصها وعشان نبقى اليوم كده دون ليتس جو. بعتذر لو لخبطتك شويه، بس انا ما كنتش فعلا مجهز اي سكريبت او اي كلام ان انا اقوله في الفيديو، هو بس طلع كده عن اصل التجربه مره واحده. بس اللي عايز اقوله دلوقتي ان فكره ان يكون قدامك جدول او حاجه قدامك مبينه انت وصلت لفين في المنهج او ايه كل اللي انت محتاج تذاكره علشان تبقى وصلت اللي انت عايزه، بتبقى مريحه جدا، وبتديك احساس بانك فعلا هتقدر تلم اللي انت محتاج تذاكره وانك متمكن من المنهج عشان تعرف فين اوله وفين اخره. فالبرامج دي فعلا ساعدتني ان اعمل كده على نوشن، لما كل حاجه واضحه قدامي وان كل اخر يوم باجي اعلم على اللي خلصته واشوف اللي فاضل لي بس واخلص اللي عليا. او برنامج التودو التاني اللي بيخلي قدامي دايما الحاجات اللي المفروض اعملها في اليوم علشان ما يضيعش على انستجرام او يوتيوب وما لاحظش غير في اخر اليوم. ممكن تكون انت بتفضل انك تكتب ورقي، وانا كمان كنت بفضل ان اعمل كده بس قبل ما استخدم البرامج دي، عشان دلوقتي ما بقاش ممكن ان الجدول يتقطع او اتلخبط او ان اعدي مثلا تاسكات من غير ما اخلصها واتلخبط تاني يوم. انما بالعكس ده بقى قدامي طول الوقت اصلا، وبيعمل الصوت ده كمان حتى. الورقة بقى بتعمل الصوت ده، ها.